شايف الواد الفورمه ده؟ جسمه حلو صح؟ ده الجسم المثالي ولا بلاش؟ تعرف ان الراجل ده مات وهو صغير؟ وده شكله قبل ما يموت، مات وعنده 46 سنه. ده بيقودنا لنقطه مهمه جدا، مش مهم الشكل، المهم الصحه. علشان كده دايما بنلاقي الاسلام حثنا على اننا نحسن صحتنا، وكل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت لينا علشان نحسن من صحتنا. ليه انا بقول الكلام ده؟ علشان للاسف شباب كتير اليومين دول بيهتموا بالشكل اهم من الصحه. فانا بقول لك انت مش بس بتدمر صحتك، لا انت كمان بتاخد ذنب، لانك مش بتحافظ على النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لك. علشان كده لازم نهتم بصحتنا وما نهملهاش، ولو مش عشان دنيتنا عشان اخرتنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، من ضمنهم صحتك قبل سقمك. طب اغتنمها ازاي يعني؟ هو انت تعرف تصلي وتصوم وتحج الا لما يكون عندك صحه؟ عمرك شفت واحد عيان بيقيم الليل؟ ده انت في نعمه غيرك بيحسدك عليها. والله شوف الناس الكبيره اللي لسه محافظه على صلاه الفجر، وقد ايه بيتعبوا عشان يقوموا من النوم وعشان يقوموا يصلوا في الجامع. شفت الراجل الاعمى اللي موصل حبل من بيته لحد الجامع علشان يمشي عليه عشان خاطر يوصل لوحده. فالصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يشعر به الا المرضى. علشان كده كان دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. يعني الرسول كان عايز يكون بصحته لحد ما يموت. ليه؟ علشان يقدر طول حياته يؤدي العبادات اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على أكمل وجه. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. ليه الحديث ده؟ تخيل معايا المؤمنين عبارة عن مجموعة من المكسحين المكرشين. هل دول هيجاهدوا؟ هل دول هيخدموا الإسلام؟ هيقوموا يصلوا حتى؟ يبقى كده مفيش إقامة للإسلام. وعاوز أقول لك إن ضعف الصحة الجسدية بيأثر على الصحة النفسية، يعني حتى التفكير والمنطق الصحيح عندك هينضرب، ومش هتعرف تاخد قرارات صحيحة في حياتك. طب انت ايه دليلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان صحته كويسه؟ بص يا سيدي وعد معايا، الرسول عليه الصلاه والسلام مشى من مكه لحد الطائف ورجع تاني كل ده على رجله. طب وايه يعني؟ ما انت مش عارف المسافه بينهم قد ايه؟ المسافه بينهم اكتر من 100 كيلو. وعارف كان سنه كام ساعتها؟ كان سنه 50 سنه. سامع اللي بتنهج وانت بتطلع على السلم؟ والله انا بنهج وانا بطلع على السلم. وتعرف قصه الراجل اللي جه الرسول عليه الصلاه والسلام كلمه عن الاسلام؟ فالراجل ده كان مصارع وشايف نفسه، فقال للرسول: تصارعني؟ فالرسول قال له: اصارعك ايه؟ ده انا بكلمك عن الدين وعن الاسلام وعن الحق والباطل. قال له: صارعني وبعد كده اسمعك. هو من العالم اللي دماغها متركبه شمال. فالرسول عمل ايه؟ قال له: ماشي. وجه صرعه وغلبه. قال له: لا لا انت خدتني على اخواني، صارعني تاني. فصرعوا النبي تاني وغلبه، لدرجه ان الراجل اتغاظ. طب معلومه كده كلنا عارفينها، قد الرسول عليه السلام كان بيتعب وكان بيبذل كل جهده عشان خاطر الاسلام، علشان بس يوصل دعوته. بس هو لو ما كانش صحته كويسه ما كانش هيقدر يقف قصاد الراجل ده. والقصه المشهوره بين الرسول عليه السلام والسيده عائشه لما سبقها مرتين، مره سبقته ومره هو سبقها، ولما قال لها: هذه بتلك. فاكرين في غزوه بدر قبل ما المسلمين يروحوا كان كل 3 بيبدلوا على جمل علشان ما كانش فيه جمال كفايه. فالرسول عليه السلام كان مع سيدنا ابو لبابه وسيدنا علي بن ابي طالب، والاثنين دول كانوا لسه شباب. فقالوا لبعض: نمشي نحن ويركب رسول الله. فراح الرسول عليه السلام وقالوا: يا رسول الله اركب انت ونمشي نحن يا رسول الله. فالرسول غضب وقال لهم: ما انتما باقدر على المشي مني وما انا باغنى عن الثواب منكما. وخلي بالك دول ما كانش كيلو ولا 2، دول كانوا 150 كيلو. فلو ما كانش الرسول عليه السلام صحته كويسه ما كانش قدر يمشي الكلام ده كله. الموقف الاخير بقى اللي هيبين لك قد ايه قوه الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه الخندق، لما الصحابه شافوا صخره كبيره جدا مش عارفين يكسروها، عملوا ايه؟ راحوا الرسول عليه السلام وقال لهم: يا رسول الله ساعدنا نكسروا الصخره دي. فالرسول خد المعول بتاعه وراح عندها وقال: الله اكبر، فتحت الروم وضربها ضربه. وبعدين قال: الله اكبر، فتحت فارس وضربها ضربه. وبعدين قال: الله اكبر وضربها الثالثه فاتفتت الصخره خالص. طبعا ده ممكن يكون كرامه من الرسول عليه السلام، لكن برضه بيبين لك قد ايه ان الرسول قوي. والنتيجه الحتميه ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اقوى واحد في المدينه. الصحابه كانوا بيقولوا على الرسول ان بطنه كانت مساويه لصدره، يعني ما فيش كرش. طب ده كلام مرسل، هل في خطوات عمليه الاسلام امرنا بيها نحافظ بيها على صحتنا؟ ايوه كده، ركز معايا، ورقه وقلم واكتب ورايا. 1: اذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاه فلا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. ادي اول حاجه، ما تنامش وانت لسه واكل، خليك بعد الاكل كده تذكر ربنا وتصلي لحد ما الاكل ده تذوبه خالص. اهي دي صحه ودين مع بعض. وشايف قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم عايزك ما تعملش اي حاجه في حياتك الا لما تاخد عليها ثواب. وطبعا لو اتكلمنا عن خطوره انك تاكل وتنام ده في كلام كتير جدا مش هنخلص لو اتكلمنا فيه. 2: قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هنا بقى الإسلام حسنا على رياضة المشي، وبرضه تعمل رياضة وتاخد ثواب. أنت عارف إن علم الحديث بيقول إن الإنسان محتاج من 5000 خطوة إلى 7000 خطوة في اليوم علشان يحافظ على صحته، وأنت ممكن تعملها فعلا يا دوبك لو رحت المسجد كل يوم في الصلوات الخمس. 3: الطهارة وغسل الأيادي قبل الأكل وبعده، والاستنجاء بعد الخلاء، والغسل بعد الجنابة. كل دي حاجات أمرنا بيها الإسلام، وحاجات دي مفيدة جدا بالصحة.
4. قول سيدنا عمر بن الخطاب: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. كل دي رياضات بتحافظ على جسمك وكمان بتخليك محارب تقدر تجاهد. 5. تحريم الإسلام للخمر والمسكرات ولحم الخنزير. انت بتبعد عن الحاجات دي طبعا عشان دي حرام وبتاخد عليها ثواب، صح؟ لكن هي نفسها بتحافظ على جسمك وتحافظ عليك من أمراض كتير. في النهاية الصحة أهم حاجة في حياة الإنسان. تعرف إن هارون الرشيد كان قاعد مرة ومعاه شيخ وكان عطشان، فجه يشرب شربة مية، فالشيخ قال له: يا أمير المؤمنين، إذا منعت هذه الشربة فبكم تشتريها؟ فبص كده للمية وقال: أشتريها بنصف مال. فعلا أنت لو عطشان ونفسك في مية هتساوي عندك قد إيه؟ وبعدين قال له: لو حبست إخراجها بكم تشتري إخراجها؟ فقعد يفكر كده وقال له: أشتريها بكل مالي. فرد عليه وقال له: بئس الماء الذي لا يساوي شربة ماء. شفت قيمة الصحة قد إيه؟ فكر فيها بس هتلاقي صحتك أهم من أي فلوس عندك. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. اهتموا بصحتكم يا جماعة، لو مش عشان خاطر الدنيا عشان خاطر الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا كده خلصت؟ سلام عليكم.